العمل معالجة درامية لقصة من المجموعة القصصية لحادثة شرف للكاتب يوسف إدريس، والرواية بتحكي عن عصرين مختلفين. الأول هو العصر الحالي، والعصر الثاني هو نهاية الثورة الفرنسية في مصر في نهاية القرن ال18، والمقاومة الشعبية في مرحلة مهمة عاشوها المصريين. العمل من بطولة أحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل وباقي المجموعة اللي عددهم تقريبا 60 ممثل. المسلسل من تأليف وإخراج خالد يوسف، وهيتعرض على قناة أون. الأجهر. المسلسل بيدور في إطار اجتماعي شعبي، والمسلسل اسمه على اسم الشخصية اللي بيقدمها عمرو، وبتدور أحداثه في حي الدرب الأحمر في القاهرة، وبيحكي عن شاب بينشأ في إصلاحية بسبب قتل أمه. المسلسل من بطولة عمرو سعد وناهد السباعي ودرة وسعيد رجب وأحمد مجدي وسارة سلامة، وإخراج ياسر سامي، وهيتعرض على MBC مصر. العمدة. المسلسل بيدور في إطار اجتماعي درامي، وبيحكي عن جعفر عبد التواب خضر العمدة اللي عايش في حي السيدة زينب ومتجوز 4 ستات. وخلال أحداث المسلسل بيتخطف ابن جعفر وما يعرفش إذا كان عايش ولا ميت، وبيفضل فترة طويلة من حياته بيدور على ابنه. والعمل من بطولة محمد رمضان وزينة وإيمان العاصي ومنى فضالي ومي كساب ومنذر ريحانة وهلا صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. والمسلسل هيتعرض على DMC. عملة نادرة. المسلسل بيحكي عن نادرة الست السعدية اللي بتواجه معارك كتير مع عائلة زوجها بعد وفاته، لأنهم بيحاولوا ياخدوا ميراثها، لكن هي مش بتستسلم وبتحارب كتير علشان تاخد حقوقها. المسلسل من بطولة نيلي كريم وجمال سليمان ومحمد لطفي ومريم الخشت، ومن تأليف مدحت العدل، وده يعتبر التعاون التاني بينهم بعد مسلسل لأعلى سعر في 2017. والمسلسل من إخراج مندو العدل، وهيتعرض على CBC. المداح. مسلسل المداح من الأعمال المنتظرة السنة دي بسبب النجاح اللي حققه في الجزء الأول والتاني، والبوستر الرسمي من وقت ما نزل والتفاعل زاد جدا. والجزء ده أحداثه بتدور حوالين سلسلة من الأحلام بيشوفها الشيخ صابر وبتتحقق في الواقع، وبتبقى بداية حرب جديدة ليه مع الجن. العمل من بطولة حمادة هلال مع أبطال الأجزاء القديمة وأبطال جديدة زي لوسي ودنيا عبد العزيز ويسرى اللوزي وأحمد ماهر. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، والمسلسل هيتعرض على MBC مصر. تحت الوصاية. بتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حوالين ست بتحاول تساعد أسرتها من خلال شغلها على مركب صيد وتوريد السمك والجمبري، وبتواجه مشاكل كتير وخلافات مع الناس اللي حواليها في الشغل واللي معظمهم رجالة، وبتحاول تحلها على قد ما تقدر. المسلسل من بطولة منى زكي ونسرين أمين ومها نصار ودياب، ومن إخراج محمد شاكر خدير، والمسلسل هيتعرض على DMC. الكبير الجزء السابع. الكبير بالذات من المسلسلات اللي ناس كتير مستنياها، وده بسبب الضجة اللي حصلت في الموسم السادس، وشخصية مربوحة اللي كسرت الدنيا بتلقائيتها وخفة دمها. والسنة دي بنفس الشخصيات اللي تعودنا عليها، ومن صور الكواليس المسلسل باين عليها يكسر الدنيا، لأن الجزء ده هيحكي عن المشاكل الزوجية اللي هتحصل بين مربوحة والكبير بعد سنة من جوازهم. المسلسل من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وباقي نجوم المسلسل اللي احنا عارفينهم. المسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، وهيتعرض على قناة أون. مسلسل رشيد. من كام يوم انتشر البوستر الرسمي لمسلسل رشيد، وهو رؤية معاصرة لرواية الكونت دي مونت كريستو. بيحكي عن الشاب رشيد اللي عايش في هدوء مع ابنه وابوه بعد وفاة مراته، ومع مرور الأحداث رشيد بيلاقي نفسه متهم في قتل وسرقة الراجل اللي بيشتغل عنده، وفي السجن بيتعرف على شخص بيغير حياته، وبيبقى هدفه بعد ما بيخرج إنه ينتقم من الشخص اللي تسبب في أذاه. العمل من بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور وسيد رجب وصلاح عبد الله، ومن تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح. والمسلسل هيتعرض على منصة شاهد وMBC وMBC دراما. سوق الكانتو. المسلسل بيدور في إطار اجتماعي تاريخي وطني، بيحكي عن طاهر فؤاد عبد الكريم الحسيني، ودي الشخصية اللي بيجسدها أمير كرارة، وهو شاب مصري بيناضل ضد الإنجليز، وده بيخليه يهرب ويستخبى في سوق الكانتو وبيشتغل هناك، وبيبقى واحد من أكبر تجار السوق في فترة ما بين 1946 لحد 1954 بتنتهي بجلاء الإنجليز عن مصر. المسلسل من بطولة أمير كرارة، مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وضياء عبد الخالق، ومن تأليف هاني سرحان
وإخراج حسين المنباوي، والمسلسل هيتعرض على DMC. ألف حمد لله على السلامة. المسلسل كوميدي، والمسلسل بتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي بيحكي عن البطلة واللي هتبقى الفنانة يسرا اللي راجعة من السفر بعد سنين غربة، هي وابنها وبنتها، ودي وصية جوزها علشان تاخد الميراث. وأول ما بيوصلوا مصر بتحصل لهم مشاكل كتير، بيستقبلوها بطريقة كوميدية، وبيشارك يسرا في البطولة ميان السيد وآدم الشرقاوي ومحمد ثروت وشيماء سيف. العمل من إخراج عمرو صلاح ومن تأليف محمد ذو الفقار، والمسلسل هيتعرض على قناة الحياة. ضرب نار. بتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدي، بيحكي عن شخصية مهرة بنت من حي شبرا، وجابر أبو جديد ابن محافظة سوهاج اللي جاي من أعماق الصعيد للقاهرة، وبيواجه مشاكل كتير مع سير أحداث المسلسل، وده علشان يحقق حلمه. المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وإيمان السيد وتامر نبيل، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، والمسلسل هيتعرض على قناة أون. حضرة العمدة. بتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي عن شخصية صفية الفارس اللي تبقى أستاذة في علم النفس في الجامعة الأمريكية، وبتتعرض لضغوط كبيرة من عيلتها علشان ترجع بلدها وتترشح للعمودية، وبتقع في مواقف وتحديات كبيرة مع سير الأحداث. العمل من بطولة روبي وسميحة أيوب وأحمد رزق ووفاء عامر، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، والمسلسل هيتعرض على CBC. مسلسل الصفارة. أحمد أمين كشف عن إن المسلسل معالجة درامية لرواية أجنبية اسمها Sound of Thunder أو تأثير الفراشة. المسلسل 15 حلقة، وبتدور أحداثه حوالين فؤاد المرشد السياحي اللي بيسرق صفارة من سيوة بترجعه للماضي وبتدخله في مغامرات كوميدية. المسلسل من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وإنعام سالوسة، ومن إخراج علاء إسماعيل. المسلسل هيتعرض على شاهد وعلى DMC.